السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايب قلبي أنا هنقل الصلاة بتاعتي دي خالص، هشقلبها لكم كده. بصوا يا حبايب قلبي، ما تنسوش تدعموني بالله عليكم، لأن القناة بتاعتي أنا عارفة إن في ناس جديدة دخلت معايا. ربنا يزيد محبتي في قلبكم، وربنا اللي عالم انا بحب القناه دي قد ايه ونفسي تكبر، فاقفوا جنبي عشان نكمل المشوار مع بعض. يلا بينا بقى نكمل الروتين. انا دلوقتي الركنه زي ما انتوا شايفين في الاول خالص فيديوهات بتاعت زمان، كانت الركنه اول ما تخش الباب تلاقي الركنه على الشمال، فانا زهقت منها فنقلتها على اليمين. خدت الركنه بتاعتي ونقلتها على اليمين، وحطيت ترابيزه الشاشه على الشمال، وجنبها البفاط وسلة الزبالة. هنا بقى يا حبايبي انا كنت بشوف انا هحط البف ده فين، طب ارجع الركنة تاني، طب مش عارف ايه، طب هي كده حلوة، طب محمود هيجي يقول ايه كده. فانا كنت متوترة، اما بعمل حاجة جديدة ببقى خايفة شوية. بس كده في الاخر قلت لا انا هسيبها هي كده حلوة عشان التغيير. فقلت لا انا لازم احل الموضوع شوية عشان ايه ميبقاش فيها مشاكل. فقلت خلاص انا هطلع الحاجة الجديدة فرشت كل الحاجة الجديدة، ما خليتش حاجة بصراحة، لان خلاص رمضان باقي عليه 20 يوم، وانا بصراحة طول ما انا صايمة ما بقدرش اعمل حاجة. فانا قلت اقفل شقتي وبطلع كل مادة اروقها، لان انا بصراحة مش بقدر خالص اعمل حاجة في رمضان، ببقى صايمة وكده فمبقاش قادر. هنا بقى يا حبايب قلبي خلاص انا قررت على المنظر ده، يعني قلت خلاص هو النظام ده حلو وانا همشي عليه. ربنا يا رب يوفق الجميع، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل رمضان كريم عليكم وعيد سعيد على قلوبكم، وربنا يسعد قلوبكم يا رب، ويجعلها كده مليانة بذكر الله، ويجعلنا نحب الخير لبعض ويديم المعروف. هنا بقى بصوا في اليوم دوت انا قلت قلت عادي لو النظام طلع وحش اسبوع 2 3 وانقل النظام تاني، يعني هي مش تعب ولا حاجة. انا بجر السفر بس، وانا بجر ترابيزة الشاشة الرجلين اتكسروا مني فزعلت قوي، لانه كنت بجرها على السجادة، فالسجادة كانت بتشد الرجول. فقلت لا والله ما انا ما انا نقلها تاني غير لما يبقى محمود موجود ويشيل معايا الترابيزة بتاعت الشاشة. انا ان شاء الله الشاشة دي ناوية احطها في اوضة الاطفال، واجيب شاشة كبيرة في الصالة، بس باذن الله مش العيد ده خالص، باذن الله الكلام ده هيكون باذن الله العيد الجاي. دي بقى الحاجات الجديدة اللي انا جبتها. جبت البرواز ده، وجبت بقى 3 براويز كده فيهم قرآن هيعجبوكوا قوي، اللي هم في ايدي دول جمال. بصوا انا بعلق بالدبل فيس اللي ملهاش مكان، لكن اللي ليها مكان خلاص مش بعمل لها حاجة. هنا بقى بغسل الحتة اللي هعلق عليها البرواز. انا بصراحة كان الجو نار، كنت مشغلة المروحة لان بصراحة الجو حر، فقلت قلت خلاص هصبر بقى على ما الحيطة تنشف شوية عشان اعلق باقي الحاجه. هنا بقى غسلت الحته دي ما طلعتش، فكان الراجل وهو بيدهن لي الصاله سايب لي شويه بوهيه، حطيت شويه بوهيه في طبق فل، وجبت الرولة الصغيرة اللي أنا اشتريتها معاكم في المشتريات، ودهنت الحتت الملطشة والحتت المبقعة والحتت الوسخة، خليتهم زي الفل بصراحة. هنا بقى كنت لزقت الدبل فيس وبفك الورق، واطلع بقى على البف علقهم. انا كنت عايزه اعملهم جنب بعض، بس لقيت شكلهم هيبقى وحش، مش هتبقى حلوة يعني. فهنا بقى هلزق كده، هي باظت مني وانا هحط لها لزقة تانية. ما تنسونيش في الدعاء يا حبايب قلبي، ربنا يوفق الجميع يا رب،
ويصلح حالهم يعني يا رب. ربنا يوفق الجميع يا رب ويصلح حالكم جميعا. كانت معوجة فأنا حاولت أشيلها ما كانتش بتتشال، بس أنا هشيلها برضه وهعدلها وهرجع أضغط عليها تاني. بس كده اتظبط، هي كانت معوجة شوية. بس كده يا حبايب قلبي، هم عبارة عن آيتين قرآن: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والتالتة بقى عاملة زي برواز كده فيه فازة ومطلع ورد زي ما انتوا شايفين كده. هو شكلها حلو ومدية يعني واخدة من الصالة كده. البرواز اللي فيه الورد ده واخد ورد بيج نفس لون الحيطة، ولقيت لونها جميل كده وفيها قرآن. ما عنديش في الصالة حاجة فيها قرآن خالص غير البرواز اللي جنب التلاجة، فقلت لأ أحطه هيبقى شكله حلو. فحطيته وجبت آية قرآنية امبارح، جبت شوية مشتريات امبارح. جبت آية قرآنية بتتلزق ب7 جنيه ونص، لزقتها قدام الباب فوق الجرس. شكلها جميل قوي برضه، هبوريها لكم. انا بحب اخلص حاجتي قبل العيد، لان والله العظيم في العيد ما هنقدر. وعندي كمان اخت محمود هتولد في رمضان، فلازم ابقى جنبها. يعني اعتبر انا من نص رمضان مش هبقى في شقتي. هطلع شقتي امتى؟ هطلع شقتي اخر اسبوع في رمضان او اخر 4 ايام في رمضان. الحق اعمل ايه؟ لسه عندي عيال عايزه اجيب لهم لبس العيد، ومش بنقعد في رمضان اعمل حاجه. وما ينفعش اسيبها لان هي تستاهل مني كل خير، فما ينفعش اسيبها. و... وعيالي عايزه انزل اجيب لهم لبس عيد عشان افرحهم برضه. فاللي يقدر يعمل خير يعمله، يعني انا احوش نفسي ليه؟ ف يعني قداميش غير اول اسبوعين في رمضان. ابدا بقى اعمل ايه اول اسبوعين دول؟ البوتاجاز طبعا مش هيكون نظيف لحد العيد، هيتوسخ. ابدا بقى اغسل في البوتاجاز، اغسل في اعمل اكل، اعمل توضيبات العيد كده يعني. دول كنت شارياهم من كفر الشيخ. معلش يا حبايب قلبي، أنا لسه صاحي من النوم، قلت اسجل عشان الحق انزله ساعة الصلاة. فمعلش حقكم عليا لو مش مركزة في حاجة او كلمة سقطت مني. هنا بقى بحب ارش معطر كده على الشعر اللي في الارض. انا كرهت الشعر ده نهائي. السجاد الشاكي ده او السجاد اللي هو بيبقى فيه شعر ده او بيبقى كثافته عالية دي، انا كرهته نهائي. عمري ما عود اجيبه ابدا. بيغلب في التنظيف بطريقة، ما مش مهم الشكل، يا جيبوا الحاجة اللي تنفع بيتكم، مش مهم الشكل. ده بقى معطر فريدة. والحاجات اللي انا فرشتها على الركنة دي الحتة ب45، جايباه من كفر الشيخ. كنت موريها لكم برضو في المشتريات، جميلة. انا قلت افرح الدنيا وافرش شوية حاجات على فكرة، واقسم بربي الحاجة شكلها تحفة تحفة تحفة. بس تليفوني زي الزفت والاضاءة ظلماني، والله الاضاءة ظلماني. الحاجة الصالة بقت روعة روعة روعة. وكمان البقع او حاجة دهنتها انا بالرولة. يعني شايفين البقع اللي جنب الستارة دي راحت. انا بعد ما قفلت الفيديو زعلت، قمت جبت ازازة البوية ودهنت كل البقع اللي كانت في الصالة، دهنت كل حاجة. بس يا حبايبي اسمه المكنسة بتاعتي اتكسرت، بس كان لازم بقى استخدم المكنسة. لان المكنسة بقى بتعمل ايه؟ عندي فل مرمي في الصالة، اللي هو الفل اللي بيبقى في الحاجات الجديدة دي، الأجهزة الكهربائية. عيالي خدوه وبشروه، فكان لازم اشفطه بالمكنسة، لانه بيطير ويبهدل لي الدنيا. فانا بشفط الطروف كده وهقعد بقى مع نفسي كده اكتسها وارجع. بس كده يا حبايبي، ربنا يوفق الجميع ويسعد قلوبكم.